ايه اكتر حاجات مهمة لازم نركز عليها في اللانش بوكس سواء رايحين الشغل، الجامعة او المدرسة؟ احنا غالبا لو احنا قلنا الشغل او المدرسة او الجامعة يبقى اليوم بتاعنا طويل، ماشي؟ يعني محتاجين كذا وجبة وواحدة لاتنين سناكس. اوكي، خلينا نتكلم على الوجبات. لو احنا هنتكلم على الفطار والغداء، او حتى مش هنسميه غداء، هنسميه وجبة العمل او وجبة المدرسة او وجبة في الجامعة، عشان اشبع 3 عناصر مهمة: النشويات المعقدة، البروتين والالياف. عبارة عن ايه؟ النشويات المعقدة: رز، مكرونة، عيش، فريك، برغل، ذرة، فشار، بطاطس، بطاطا. دول النشويات المعقدة. طبعا لو اخترت انواع بيبقى معمولة من حبوب القمح الكاملة، فيها حبوب من فوق، ده بيساعدني على الاحساس بالشبع لفترة اطول. فانا يعني هنقول ان احنا عندنا، لو احنا هنفطر مثلا في المدرسة او في الجامعة او في الشغل، فيبقى عندي وجبة فطار والوجبة التانية اللي احنا اتكلمنا عليها. فالوجبتين دول هنحط فيهم نشويات وبروتين والياف. فممكن يبقى عندي ميكس من مثلا العيش، التوست، بطاطس، ممكن مثلا احط مكرونه، حبوب قمح كامله. فكل الانواع دي اقدر نقدر ان احنا ناخدها. تاني حاجه البروتين. البروتين عندنا البروتين الحيواني والبروتين النباتي. البروتين الحيواني فراخ، لحمه، سمك بكل مشتقاتهم، بيض، والبروتين النباتي اللي هو الفول، العدس، الحمص والحاجات دي. فبرضو اقدر ان انا انوع فيهم. واخر حاجه الالياف، اللي هي يعني نبقى يعني عايزين ان احنا نحط فاكهه وخضار، بنخليهم بالقشره بتاعتهم عشان نستفيد من نسبه الالياف اللي فيهم. دول الوجبات. للسناكس، اوكي، السناكس هنا ممكن نعمل ميكس اند ماتش، يعني نقدر ان احنا نختار حاجه زي مثلا البروتين او الدهون الصحيه معاهم حاجه مش صحيه قوي عشان برضو ما نزهقش. يعني مثلا ممكن اخد شوكولاته معاها شويه مكسرات، او ممكن اخد مثلا زبادي يوناني معاه فاكهه، ممكن اخد شويه سلطه معاها بروتين، واخد مثلا شوكولاتايه او بسكوت. فالسناكس هي ما بتبقاش زي الوجبه، لانه هو الهدف من السناك ان هو ياخدني من وجبه للتانيه. فبكده نكون عملنا لانش بوكس صحي فيه كل المكونات اللي احنا محتاجينها. لانه لو انا ما اكلتش كويس خلال اليوم، اكيد بالليل الجوع هيضرب وهكون جعانه قوي 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 قوي. فده هيخليني عارضه ان انا I overeat او ان انا اكل اكتر ما انا محتاجه.